امبارح قعدت اسجل لكم فيديو عن التصالح مع الذات عشان انزله لكم، وللاسف بعد ما سجلته كان تقريبا لمدة 5 دقايق اكتشفت انه مليان وش وكان فيه اصوات ناس كتير جدا حواليا، فقديك كنت متضايق ان بعد ما بذلت المجهود ده كله الفيديو راح على الفاضي. ولكن النهارده قررت ان انا اسجل لكم الفيديو من تاني، والنهارده جاي اتكلم معاكم عن التصالح مع الذات. أول نقطة من نقاط التصالح مع الذات إن الإنسان محتاج يدي لنفسه مساحة. أنت اللي تبقى عامل المساحة دي جواك. المساحة دي مسموح فيها إن أنت تغلط، مسموح إن أنت تدي لنفسك فرصة تانية، مسموح لو أنت خدت قرار ما إن أنت تتراجع عنه لو تبين ليك إن قرارك ده غلط. محدش فينا معصوم من الخطأ. إحنا أساسا بطبيعتنا للأسف خلق الإنسان ضعيفا. الإنسان أساسا عنده نقاط ضعف كتير جدا، فبالتالي لو أنا هطلب من نفسي دايما الكمال، ده للأسف هيعمل لود كبير قوي عليا وعلى نفسي. عشان كده في علم النفس يقول لك ايه؟ يقول لك كلنا مرضى ولكن بدرجات متفاوتة، وأن السوية المطلقة ما هي إلا خرافة نحاول الاقتراب منها ولكننا لن نصل إليها أبدا. فلو أنت هتطلب من نفسك البرفكشنزم المثالية، للأسف ده مش هيحصل. وده ياخدنا للنقطة التانية من نقط التصالح مع النفس، ألا وهي إن أنت ما تنتظرش النسخة المثالية من نفسك عشان تتبسط، عشان تعيش الحياة اللي أنت عايز تعيشها. أنا دايما بشوفها إن أنا ممكن أجل إن أنا أعمل حاجة تبسطني أو تفرحني لحد ما أخلص امتحان، ممكن أجل إن أنا أعمل حاجة أفك بيها عن نفسي لحد ما أخلص فترة الشغل الصعبة دي. الأيام علمتني إنه للأسف الحاجات اللي أنا بأجلها دي لو أنا عملتها وسط الأوقات الصعبة دي هتهونها وهتسهلها وهتعديها. عشان كده اوعى تأجل أي حاجة نفسك فيها لحين لما توصل لنقطة مثالية، لحين لما تحس ان انت مبسوط وراضي عن نفسك. للأسف لما تعمل الحاجات دي ده اللي هيسهلك ان انت تتبسط، هيسهلك ان انت ترضى عن نفسك، هيديك الباور اللي يخليك تكمل وتحقق اللي انت نفسك ان انت تحققه. حاجة رقم 3 اللي نفسك ان انت تحققه، اوعى تقرر ان انت تقارن نفسك بغيرك. بمعنى يقولك دايما لا تقارن بداياتك بمواسم حظ الآخرين. أنا لما أجي أقارن نفسي هقارن نفسي أكيد بحد واصل، بحد ناجح. طب الحد ده عنده كام سنة؟ الحد ده وصل اللي هو وصل له في قد إيه؟ أنا النهاردة وأنا لسه ببدأ، أو حتى لو أنا في نص طريقي وبقارن نفسي بيه، ده ظلم قوي ليا. إنما أنا دايما ببص على البوتنشال بتاعي، يعني الإمكانيات والاحتمالية اللي ممكن توصل ليها الإمكانيات دي كمان كام سنة. لا بالعكس، ده أنا ممكن أبقى أحسن منه كمان كام سنة، وقبل ما اوصل اوقات للسن اللي هو وصل له، لان انا ببص على امكانياتي مش ببص على النتيجه وت- واتغر بيها من بره. عشان كده انا مش مطلوب مني ان انا امشي بسرعه غيري ولا انجح بنفس طريقه غيري، انما انا محتاج امشي على الريتم بتاعي وعلى الظروف والامكانيات المتاحه ليا انا. انما ظلم كبير قوي ان انا اقارن نفسي باي حد تاني. حاجة مهمة من الحاجات المرتبطة بالتصالح مع الذات يقولك قبول إن الحياة فيها بدايات متكررة، وإن الإنسان مطالب إنه ما يخافش إنه يغير اللي اتأقلم عليه. بدايات متكررة، زي ما كنت بقول لكم في بداية الفيديو إن الفيديو باظ، فقررت إن أنا أعمله تاني، مع إن أنا أول لما اكتشفت إنه باظ أنا اتضايقت وحسيت إن طاقتي خلصانة وما عنديش قدرة إن أنا أعيده تاني. ولكن في يوم تاني للأسف أهو طلع بصورة أحلى وأجمل بإذن الله وتعجبكم. مش بتكلم على دوت، بالعكس ده ممكن يبقى مثال صغير وعبيط، انما بتكلم على شغل ممكن تقعد فيه سنين وتبذل مجهود وتوصل لبوزيشن، ولكن يجي عليك وقت وتقرر ان انت تبقى عايز تسيبه. علاقة مكمل فيها وتبقى بتحاول بكل السبل انها تنجح، ولكن للأسف كل المعطيات اللي حواليك بتقولك انها هتبوظ، فللأسف هتبقى محتاج ان انت تمشي منها. ولكن اوقات الانسان بيرفض انه يغير اللي اتأقلم عليه. عشان كده جزء من تصالح الإنسان مع نفسه إنه يفهم إنه خلاص، إنه مادام كل الطرق بتتقفل في وشك فده معناه إنه ممكن يكون ربنا بيقدر ليك طريق جديد مختلف تماما، قدر جديد مع شخص تاني في مكان تاني في شغل تاني في مشروع تاني في حاجات كتير. فبيكون أوقات من الذكاء إن الإنسان يقدر يميز إيه الحاجات اللي يقدر محتاجة مزيد من المعافرة فيكمل فيها، وإمتى يقول لنفسه لأ ستوب كفاية لحد هنا، ويبدأ يشوف اتجاه تاني. حاجة كمان من الحاجات اللي محتاجها الإنسان عشان يتصالح مع نفسه إن الإنسان محتاج يميز ما بين اللي خارج عن إرادته وعن اللي من اختياره. وإن دايما في حياتنا في حاجات كتيرة قوي خارجة عن إرادتنا،
فالإنسان لا يملك منها إلا رد فعل واستجابته. لو في بني آدم رخم قدامي، بني آدم صعب لازم أتعامل معاه، بس هو للأسف يعني مصعبة عليا، أنا لا أملك إلا استجابتي، إيه الطريقة اللي أنا هتعامل بيها معاه، إنما أنا ما أقدرش إن أنا أغيره، ما أقدرش إن أنا أعالجه، ما أقدرش إن أنا أصلحه. وما بين الحاجات اللي من اختياري فهي مسؤوليتي. وهنا المسؤولية فيها حاجتين، أنا خلاص اخترت الطريق ده أو اخترت الشخص ده أو اخترت المكان ده، فأنا مسؤول. والمسؤولية معناها مش إنه بالضرورة الاختيار اللي أنا اخترته إن هو ما يطلعش غلط، إنما المسؤولية معناها إن صورتك عن نفسك ما تنهارش لو تبين ليك إنه اختياري ده كان غلط. عادي، بنتعلم، هنشوف إيه اللي أنا طلعت بيه من اللي فات عشان أقدر أبني عليه في اللي جاي. إنما أنا لو بصيت بس على اللي انهار أو اللي خسرته وما بصيتش على اللي اتعلمته، هبدأ أحس إن التجربة كلها على بعضها صفر. جزء من الأجزاء اللي مرتبطة بالتصالح مع الذات إن الإنسان محتاج يتقبل إن الجزء الجميل اللي جواه أوقات ممكن يستغل من الناس اللي حواليه. في ناس معطاءة جدا، في ناس صادقة ونيتها دايما طيبة وبتستغل في ده، في ناس دايما قلبها على اللي حواليها بتستغل في ده، في ناس دايما روحها وطريقتها تلقائية وجميلة فتستغل في ده ويستخدم الكلام ضدها. أنا بشوف إنه كلنا عندنا عيوب من ناحية، كلنا بلا استثناء عندنا أخطاء من الناحية التانية، في صفات أكيد حلوة وكويسة وجميلة. فمن ناحية أنا مش متقبل الجزء الوحش دوت، ومن ناحية تانية الجزء الجميل أنا يعني بستغل فيه. انا فاضل لي ايه في النهايه؟ يعني لا الوحش انا كده كده مش راضي عنه، وما ينفعش ان انا ارضى عنه، لان انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اصلحه، بس مش لدرجه ان انا اجلد نفسي عليه. وفي جزء تاني حلو للاسف فاستغل، فبيفضلكش حاجه. فمن ذكاء الانسان انه يقوم اوقات الاشياء الجميله اللي عنده عشان لا تستغل. فالمعطاء محتاج يركز هو بيدي لمين، التلقائي والعفو محتاج يركز هما مين الناس اللي انا اقدر اكون معاهم على طبيعتي وبعفويتي. انا محتاج اقوم الصفات الكويسة اللي جوايا عشان ما اكرههاش، فبالتالي صدقني مش هيفضل لي حاجة. ودايما الفعل الطيب هو فعل طيب، ولكن اوقات بيفقد قيمته لما يروح لشخص ما يقدروش. فالمشكلة دايما مش في فعلك، مش في نيتك، مش في تصرفك، المشكلة دايما في اللي قدام. بس انا عشان ما احسش ده تاني وما احسش ان اللي انا عملته ما كانش ليه لازمة، انا محتاج اركز واميز مين الاشخاص اللي انا اقدر او فعلا اللي هيقدروا قيمة الاشياء الجميلة اللي جوايا، وهيقدروا قيمة الاشياء اللي انا هديها ليهم، وهيقدروا تعبي ان انا تعبت في الحاجات دي عشان اديها لكم، انا خدت من وقتي عشان اديها لكم. اخر حاجة انه الانسان محتاج يفهم ان هو في تطور مستمر سواء اراد ام لا. الثابت الوحيد في هذه الحياة هو التغيير، كلنا دايما بنتغير، فلازم يبقى عندك مرونة مع التغيير. المرونة اللي هتخلينا ما افضلش متمسك اوقات بنسخة معينة حتى من نفسي، لا انا محتاج اتطور، محتاج اطلع لفوق، عشان تطوري ده هو اللي هيساعدني على مواجهة والتعامل مع حتى الحاجات اللي جاية. عشان كده من هنا جت المقولة بتاعت انه الانسان لا يستطيع ان يتحكم في الرياح، لان الرياح جاية منين او قوتها قد ايه ده خارج عن سيطرتي انا، انما كل اللي الانسان يقدر يتحكم فيه هو ازاي يحرك اتجاهات الشراع عشان يستفيد بالرياح دي وتكون في صالحه ما تكونش ضده. وده الجزء اللي ليه علاقة برد فعلك واستجابتك، انت ازاي هتتعامل مع الموقف، وازاي تحول اللي انت مريت بيه من اخطاء، من عثرات، من مشكلات، من صدمات، الى حاجات تقدر تقف عليها فتبني بيها نفسك وتبني بيها حياتك في اللي جاي، انما ما تتحولش الى اشياء للأسف بتشدك لتحت، فتبقى عامل زي الغريق اللي مش قادر ان هو يتنفس. التصالح مع النفس رحلة طويلة جدا بيفضل فيها الإنسان من هنا لحد يعني طول عمره. وإن كانت الرحلة صعبة، وإن كانت الرحلة محكوم فيها إنه الإنسان هيغلط دايما، الإنسان هيتعثر دايما، فأكتر حاجة الإنسان محتاجها لنفسه هو الرحمة لما يغلط، هو الرحمة لما يتعثر عشان يعرف يشيل نفسه. وكأن الرحمة اللي الإنسان بيديها لنفسه ده طوق النجاة اللي بيقدر يسند عليه عشان يعرف يخرج من اللي هو فيه. إنما إنه الإنسان يلوم نفسه على كل خطأ وعلى كل مشكلة حتى وإن كانت خارجة عن إرادته، فأنت هنا بتقرر إن أنت كأنك هتعوم للشط، ترجع للشط لوحدك بدون أي وسيلة مساعدة. فللأسف ده هيرهقك وهيخلي الرحلة صعبة بشكل كبير.
اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لكم ولو جزء بسيط يساعدكم في التصالح مع النفس. شكرا.